لما تكون انسان لاباس عليك في دارك مهني، ومن بعد غير وقع لك مشكل مع زوجتك، تجي الى احد تطبيقات المواقع التواصل الاجتماعي وتبدا تفضح في اسرار بيتك. انت تجاوزت مساله انه انت مريض نفسي، انت ماشي راجل يا اخي، بالتالي ماشي راجل. نعطيكم كلمه والله لقالها لي بابا قبل ما نجي للبرنامج، لما قلت له انه اليوم راح نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نشر الاسرار الزوجيه. قال لي نحكي لك، صح انا ما دخلتش للمدرسه وما قريتش، ولكن الشيء اللي كنا نعرفوه انه العرب في الجاهليه قديما، في الجاهليه لما ما كانش كاع، ما كناش اصلا مسلمين، في الجاهليه لما المراه تركب الحصان وتنزل عليها من الحصان، زوجها ما يبيعش الحصان. الغيره كيفاش يجي راجل واخت اخر يركب في الحصان اللي ركبت فوقه زوجتي، يذبحوا يقتلوا، المهم ما يركبش فوقه راجل. اليوم نعرفك بالمدام، هاي لاباج تاعها في التيك توك، كثر لها لجام سيل تو بلي، كثر لها لجام. على بالك المدام عندها واحد المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي فور، كثر لها لجام وديرها ابوني. وشنو هو الموقع؟ تبيع في حانوت وتلبس الحوايج اللي في الحوانت، ودير رقص اللي سامحوني رقص الملاهي مع اغاني الملاهي، وتعرض لنا هذوك الحوايج. وما الحشي يجي هذاك المكبوت اللي عمره ما شاف مرته، لانه ما شرى لهاش روبا، كان شرى لي روبا نلبس انا واش خاصني يا اخي، جسمي لاباس عليه، ما فيهاش كاع العيوب لاباس عليا، ولكن هو ما يشريليش. ولكن يروح يشوف في هذيك البنت اللي تعرض الملابس في المحلات النسائيه ويبدا يدير المقارنات. وانت على ما كيش كيما هذيك، عطيني الدراهم يا خويا ونتسقم، عطيني الجيب لي نشري روبا، انت ما حيلتكش 1000 راك وتجي لي تقولي تسقمي لي ولا بسي لي ولا. انا على نياتكم ترزقون، انا مرة نية الله، اعطيني دراهم نكسي روحي ونلبس لك ونخليك ماشي ما تشوفش هذه الجنس حواء كامل اللي في الكره الارضيه ما تشوفوش. انت ما عندك والو ونهار كامل وتتبع واللي ما عندوش دراهم باش يشريها استاذ، ما عنديش مشكله، ما عندكش اسكت، ما تجيش تقارني بوحده اخرى ما عندكش. شفتوا تاع المثل الشعبي اللي يقول لك رضينا بالهم، والهم ماشي راضي بينا، لان انا رضيت بك زوالي وما عندكش، ونقسم معك الخبز في الماء وقلت لك تاعي هذا نرفدك هذا، والله ما نتشرط عليك، وانت ربي رزقك بتليفون وتيك توك نهار كامل وتطلع في وحده تلبس لبسات وتعرض جسمها وترقص باغاني. قلت لكم انه صعب انه الانسان يسمعها بينه وبين نفسه، وتجي لي الحشيه وتقول لي انت اللي ماكش هكذا. هذوما الناس اللي خلاو نسب الطلاق تروح. لما انا امراه نحملك مره واثنين وثلاثه وربعه، نحملك 10 مرات، ولكن لما يوصل الموس للعظم وتوصل لدرجه انه كل مره تهيني وتشبهني بناس انا اشرف منهم ومن اللي جابوهم.